طبعًا العدد دوّة لمقاس كبير زي ما قُلت لكم، لو عايزة تقلّلي الارتفاع دوّة عمل لي 7.5 ل8 سنتي، فأنتِ لو عايزة تقلّلي شوية الارتفاع ممكن تعملي 16 أو تعملي 14 حسب ما أنتِ عايزة. هنرجع طبعًا أهو زي ما إحنا متعودين، أول غرزة خدتها سلسلة وبعد كده كل 2 مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنرتفع بقى بالشكل دوّة لغاية أمّا وصلت ل32 سطر، عملوا لي 17 سنتي، 17 سنتي والعرض بتاع الشغل 7.5 ل8. لو عايزة أقل من كده يبقى قلّلي، وكل واحد حسب برضه إيه الخيط اللي هو بيشتغل بيه، ممكن تشتغلي بإبرة أكبر شوية وخيط أضخم من ده شوية. هنبدأ بقى نعمل الدوران بتاع السليبر من قدام. هنعمل إيه؟ هنبدأ نعد بقى 1، نعد الغرز بقى كده 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. إحنا طبعًا كان السطر بتاعنا 18، سِبنا غرزتين، هنرجع أول غرزة سلسلة وبعدين نبدأ كل 2 مع بعض، يبقى كده أنا عملت تناقص في غرزتين، ال18 خليتهم 16. اللهم صل على سيدنا محمد. الغرزة التونسية حلوة يا جماعة، يعني زي ما انتم شايفين كده مش عاملة فراغات، شبيهة للتريكو خالص يعني. هنبدأ بقى التناقص التاني في السطر التاني، ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. نقصت غرزتين برضو، غرزتين في الأول وغرزتين في السطر اللي بعده. هنعمل أول سلسلة وبعدين كل 2 مع بعض. تناقص دوت عشان بنعمل الدوران اللي من الأمام عند مشط الرجل، عند الصوابع يعني. نعمل تالت سطر، ادي 1، 2، 3، 4، 5،
6 7 8 9 10 11 12. فاضل لنا غرزة 12. نرجع ناخد سلسلة، أول واحدة سلسلة وبعدين كل 2 مع بعض. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. يبقى كده برضو عملنا تناقص في غرزتين تانيين. أول واحدة سلسلة وبعدين كل 2 مع بعض. طبعا الغرز باينة اهي، شايفين الشرط جاية تحت بعضها عاملة خطوط اهي، يعني مش هتضيع منك ولا حاجة. عدي الخطوط اللي هي السابق للسطر اللي انت فيه، هتعرفي انت ماشية صح ولا غلط. او بصي على الشرطة الشرطة اللي تحتها، لو اللي فوق مش باينة بصي على اللي تحتها. كده 2 3 4 5 6 7 8. كده احنا عملنا التناقص الأخير، وصلنا ل8. يبقى احنا بنعمله التناقص في 10 غرز. ماشي، عملتهم بالتدريج، كل سطر بننقص 2 2 2 لحد ما وصلت ل8. يعني احنا بنعمل التناقص في 10 غرز، مهما تكون انت عاملة عدد غرز ايه، اعملي التناقص في 10 بس، يعني في 5 سطور. بعد كده بقى هنعمل السطر كاملا بقى، 18 غرزة هنشتغلهم كلهم. هنعمل فاصل بين التناقص ده والسطر اللي بعد كده. هنعمل 18 غرزة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8. شو أنا بصوا ده تحتيه اهو السطر، يعني ايه ما تتغشيش، يعني انت تلاقي غرزة تروح داخلة فيها، لا بصي تحتها وشوف انت ماشية صح ولا غلط. الغرز عاملة خطوط لفوق ومسلمة لبعضها. خيط المفرش اللي تحت منه شبك في الخيط. آخر غرزة هنرجع بقى، أول واحدة سلسلة ناخدها لوحدها، بعد كده بناخد كل 2 مع بعض. شايفين الغرز عاملة عبارة عن ايه؟ شرط شرط كده هو تحت بعضها. لو غلطت في غرزة هتلاقي الخط ده اختلف، فهتعرفي على طول.
خلاص كده عملنا الفاصل ما بين التناقص الأولاني واللي هنعمله دلوقتي بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو. نرجع بقى، يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ احنا كنا منتهيين في التناقص اللي تحت اللي قبل السطر ده، كنا عاملين ايه؟ اخره 8. نبدأ هنا بقى ب8. نشتغل عادي وفي الرجوع عادي زي ما احنا متعودين. اللي بعده هنزود بقى ايه 2. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ودي 8 نحط عليهم كمان 2 9 10 اهو. واللي بعده نزود 2 واللي بعده نزود 2 لحد ما نوصل لل16 اللي احنا كنا بادئين بيهم. يبقى مرة بادئين بيهم في التناقص اللي هو اللي قبل ده، مرة بنعمل تزايد ومرة بنعمل تناقص في ال5 سطور، واحنا بنلعب على ايه؟ على 10 غرز بس. كل مرة بنمشي تدريجي، كل مرة يا بننقص 2 يا بنزود 2 في 5 سطور. الرجوع معروف بقى ان احنا ايه؟ كل 2 مع بعض ما عدا الأولى بناخدها لوحدها. مفيش غرزة ارتفاع في أي سطر، يعني في البداية ما بعملش أي غرزة ارتفاع. هنشتغل برضو ونزود غرزتين المرة دي. نعمل 8 10 12 14 16 هنزود بقى غرزتين اهو. كده احنا عند ال14. نرجع نشتغل اول غرزة سحبة كده لوحدها، وبعدين نعمل كل 2 مع بعض. يعني السطر اللي بعده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نسحب أول واحدة سلسلة
وبعدين كل اتنين مع بعض. كل اتنين مع بعض. نشتغل كده لنهاية السطر. كده خلصنا التزايد التاني. هنشتغل بقى السطر كاملا 18 غرز. 18 غرزة بقى نخلصهم. زي ما قلتلك، لو نسيتي غرزة السطر الخطوط دي هتختلف، هتلاقي في حاجة تايهة منهم، هتعرفي ان في غرزة ضاعت. بنخش في الشرط ديت وبنكمل الخط المستقيم اللي هو ماشي طوالي. هنشتغل 18 غرزة، هتبقى فاصل بين الخمس سطور اللي انا كنت بنزود فيهم، اللي ماشياهم تدريجي دول. ادي كده 17 18. نرجع بقى اول غرزة سلسلة، كل اتنين مع بعض لنهاية السطر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على النبي كده وحط لايك، مش هيخسرك حاجة، لكن هتشجعيني وهترفعي الفيديو فضلا منكم طبعا. كده عملنا 18 اهو. يبقى بعد كده هنشتغل بنفس الطريقة. المرة الجاية هنعمل تناقص. احنا كنا انتهينا ل16، هنبدأ ب16 وبعدين 14 12 10 8، وبعدين بعد كده نعمل سطر كامل، وبعدها نعمل تناقص ب8، تزايد بقى 8 10 وهكذا. يعني المجموعتين اللي انا عملتهم دول نكررهم بتاع 3 مرات لغاية ما نوصل للدوران المريح للمشط بتاع اللكلوك او السليبر. ماشي، هنتنيه كده على بعضه ونشوف الدوران مستريح كده، وصل للمستقيم اللي احنا كنا عاملينه او المستطيل اللي احنا عاملينه ده. لو وصله بقى مريح كده خلاص، يبقى نكمل المستطيل بتاعي السطور من غير لا تناقص ولا تزايد. هنشتغل بقى في كل سطر كامل بقى 18 غرزة. خلاص انا كده وصلت للدوران اللي هو مطلوب. طبعا يا حبيبتي انتي خيطك غير خيطي، ابرتك غير ابرتي، ايدك نفسها بتختلف عن ايدي، فده بيبقى انا بوديك الطريقة اللي انت تمشي بيها، مش شرط الغرز قد ايه والعدد يعني وكده، لا شوفي الطريقة واعملي بالمقاسات اللي تريحك انت، ما تتأيديش بالعدد بتاعي، لان بتختلف الايد، بتختلف الابرة، بتختلف الخيط بيختلف. هنفضل بقى نشتغل كده اول طبعا واحدة، هنفضل نشتغل كده لحد ما نوصل لنهاية المستطيل قد اللي التاني اللي هو كان عبارة عن 32 سطر. كنت عاملة 32 سطر، هعمل هنا برضو 32 عشان يبقوا قصد بعض قد بعض.
هنفضل نشتغل اهو، اشتغلناه اهو، الدوران مستريح خالص اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نتنيه على بعضه كده، نخيط من الخلف بالإبرة العادية، نجيب الحرف على الحرف كده ونخيطهم. انا بخيط بالإبرة العادية، لو انت متعودة على الكروشيه إبرة الكروشيه اعملي بإبرة الكروشيه، كل واحد حسب ما يحب. هنخيطهم على بعض. اتفك مني دوت بقى ايه، ليه؟ لاني ما كنتش عاملة الغرزة الأخيرة سحباها يعني. فانا انا ديني خيطته اهو. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ الفرشة او القاعدة بتاعة السليبر. هم عبارة عن 10 غرز، طبعا مش زي الكروشيه العادي ما بنعرضهوش، لان الجناب ديت بتاعة السليبر بتنزل مع القاعدة عشان تاخد الدوران بتاع الرجل. فانا عملت هنا 10 غرز بس بغرزة الحشو العادية، او هنشتغل في الاخر كده 5 غرز من يمين و5 غرز شمال، والخياطة تبقى في النص. وبعد كده هنكمل مستطيل لحد النهاية، وبعدين نخيطه بالإبرة برضو، لو عايزة بإبرة الكروشيه عادي مفيش مشاكل. كل واحد حسب الطريقة اللي تريحه واللي تناسبه. هنعمل 10 غرز، 5 من ناحية دي و5 من ناحية دي عشان يبقى متوسطنة، 5 يعني يمين الخياطة و5 شمال الخياطة اللي هي في الكعب من ورا. هرتفع سلسلة واشتغل برضو 10 غرز، عدي عشان ما ايه، لا تزودي ولا تقللي. وطبعا الأجزاء الزيادة ديت بتضيع بقى في الشغل أو نقصها، لأني طبعا أنا أصلا كنت مدخلاه في الشغل ده، السطر اللي هو الأولاني كنت مدخلة فيه الخيط ده بقيته نقصه بقى بالمقص. هنفضل نرتفع كده لحد ما نوصل عند الصوابع من قدام، ونحاول ناخدها بدوران شوية كده، المستطيل ده يعني نعمل بدوران شوية كده من عند الصوابع من قدام. تعملي من 10 ل11 غرزة بس، وطبعا لو مقاس أقل تعملي أقل. أهو خلصته وخيطته من جوه، خيطت القاعدة اهيت اهي زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ بقى نعمل الحرف بتاع اللكلوك من فوق. انا عاملاه طبعا، انا صورت باللون ده لكن انا عملت فكيته وعملته بخيط اوف وايت عشان يدي شكل يعني، وعملت له ورقتين شجر، وانتوا عارفين انا كنت عاملاه معاكم قبل كده بالغرزة التونسية برضو. وعملت بالإبرة بتاعة التطريز العادية أو إبرة الخياطة العادية، أو إبرة التنظيف يعني اللي انت بتشتغلي بيها، غرزة المارجريت بالخيط الصوف. وطبعا انت براحتك عايزة تعملي بأي ممكن تعملي كروشيه وتخيطيه أو تلزقيه. هنا بقى بنعمل في كل سطر أو وسط كل سطر يعني من اللي هو مشغولين دول بنعمل غرزة حشو. هنلف كده على الوش من فوق، هنعمل سطرين، وبعدين السطر التالت عملته غرزة يعني اللي هي بتبقى عبارة عن 3 سلاسل وننزل نقفلهم بمنزلقة. هنعمل سطرين كده، انا عملتهم بالخيط الاوف وايت، في التصوير عاملاه بنفس اللون لكن
أنا بعد كده فكيته لمّا لقيت اللي أنا لو شكِّلت هيبقى أفضل،